يا ترى ايه هو الدافع الخطير اللي ممكن يخلي شخص شغال محامي وعارف القانون كويس جدا وعايش حياته عادي فجأة يتحول لسفاح ويقتل 3 ويدفنهم تحت بلاط الشقق اللي كان بيأجرها بكل جبروت وقوة، وبعد ما كان بيخلص جرايمه بينزل الشارع ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا عن سفاح المعمورة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم سامي ويلا بينا نبدأ على طول. في شهر فبراير سنة 2025 دخل المحامي نصر الدين الساعة 1 صباحا لشقته اللي كان مأجرها في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية، وكان معاه بنت علشان يسهروا سوا كعادته من سنين طويلة. الشقة كانت هادية وطبيعية ومفيهاش أي حاجة تقلق، وفجأة نصر الدين شاور على باب أوضة في الشقة ونبه على البنت بحذر إنها ما تفتحش الباب أبدا ولا حتى تفكر تدخل جوه. البنت هزت راسها وما كانتش فاهمة سبب اللي بيحصل أو يا ترى جوه إيه، لكن بعد شوية بدأ المحامي يستعد للسهرة وانشغل. الملل سيطر على البنت فراحت والفضول هيقتلها وفتحت الباب، وهنا كانت صدمتها لما شافت قدامها سجادة كبيرة خارج منها ريحة سيئة جدا. قربت منها بحذر وشافت جواها جثة لواحدة ست، وجنب السجادة كان في أدوات للحفر، وعلى الناحية التانية حفرة كبيرة في الأرض. البنت لما شافت ده طمعت وراحت اتصلت بناس تبعها وقالت لهم يجوا بسرعة ويساوموا المحامي، يا إما يدفع ليهم علشان يسكتوا يا إما يبلغوا الشرطة. طبعا الغرور والثقة الزايدة عمت نصر الدين، فحصل بينه وبين الناس مشادة جامدة وصوتهم عالي. وقتها حد من الجيران كان راجع على حوالي الساعة 3 الفجر، ولما سمع استغرب وما كانش فاهم سبب اللي بيحصل ايه، ولأن الجار ده ما كانش مركز مع المحامي والشقة ولا يعرف عن نصر الدين حاجة من الأساس، خبط على الباب. ولما المحامي فتح وقتها الجار شاف واحدة ست واقفة جنب باب أوضة، فشك في المحامي وطلب منه يدخل لجوه علشان يعرف اللي بيحصل. وقتها الجار لما حكى قال انه كان متخيل ان المحامي جايب بنات علشان سهرة مشبوهة، فصمم ودخل الشقة وشاف جوه بنت تانية و2 شباب في الثلاثينات من عمرهم تقريبا، وكلهم كانوا قاعدين وبيشربوا مخدرات في أوضة الصالون. وده خلى الجار يتعصب وطلب من المحامي عقد الشقة فورا علشان المكان كان ملك ساعتها الورثة، وهو كان عايز يعرف مين اللي مأجر له بحيث يكلمه ويعرفه اللي حصل. فنصر الدين عرفه إنه محامي وراح يدور له على عقد الشقة، وكان قلقان جدا لمصايبه تتكشف كلها قدام الكل. وليلتها بنت من البنات قلقت من اللي حصل وحبت تخرج نفسها والناس اللي معاها من التهمة، فقالت للجار إنها مطلقة ومعاها ابنها، والمحامي عطف عليها وخلاها تعيش هي وابنها في شقته بدون مقابل، وده لأن ظروفها المادية كانت صعبة. وحكت له إن المحامي عنده أوضة مقفولة وفاضية وبيمنعهم دايما يقربوا منها نهائي، وابنها بيترعب من الأوضة وحصل مشاكل كتيرة بسببها، فهي حبت تمشي، لكن نصر الدين منعها من الخروج وهددها، فهي اضطرت تتصل بقرايبها علشان يجوا ياخدوها. طبعا كلامها كان غريب ومش بيداري ولا يمنع الشك من منظرهم وشربهم للمخدرات كمان، وده زود الشك والقلق جوه الجار أكتر. فراح ناحية الأوضة ولقاها مقفولة بقفل، فخلى المحامي يفتح الباب بالعافية، ولما دخل لقى بلاط الأوضة مخلع، ولما سأله المحامي قال له إنه بيعمل إصلاحات للكهرباء، لكن الجار طبعا ما صدقش وشك في إن المحامي بيدور على آثار، واتصل بوالده وسأله عن المحامي وقال له مين ده وتفاصيله إيه. وقتها الجار حكى لوالده كل اللي حصل، فوالده كلم صحاب الشقة وبلغهم. صحاب الشقة جم على حوالي الساعة 3 الفجر، ولما شافوا المنظر ما عجبهمش واتصلوا فورا بالشرطة، وفي خلال دقايق بسيطة الشرطة جت على طول وسألوا الجار فحكى لهم كل حاجة. وطبعا الشرطة دخلت للأوضة وشكوا في الحفرة الكبيرة وحفروا جواها واكتشفوا جثتين مدفونين تحت البلاط، فقبضوا فورا على المحامي علشان يحققوا معاه. وبمرور الوقت اكتشفوا الكوارث اللي عملها وعرفوا منه ان في جثة ثالثة كانت لمهندس وبيجي للمحامي في مكتبه علشان يخلص له إجراءات بيع بيت في منطقة المنظرة، والمهندس ده مختفي بقاله 3 سنين وجثته موجودة في شقة تانية
كان نصر الدين مأجرها لنشاطه الإجرامي. طيب يا ترى الجثث تخص مين؟ وإيه اللي خلاه يقتلهم؟ البدايات الفعلية للسفاح وللجرائم دي كلها كانت مع طفولة نصر الدين، اللي حكى عنها وقال في التحقيقات إنه من هو طفل بيميل دايما للعنف، لدرجة إنه لما كان عنده 11 سنة أسرته ودته يتدرب على لعبة قتالية واترفد منها لأنه كان بيتسبب في إصابات قوية لزمايله، وبيوصل لقمة سعادته لما بيشوف شخص مأذي منه، بجانب حبه الشديد جواه للسيطرة على أي شخص قدامه. الدوافع دي كبرت وزادت جواه مع الوقت، فكبر ودرس المحاماة، وبدل ما يفكر ازاي ممكن يكون شاطر وينجح في حياته بالمهنة دي، اتجه لانه يكون محتال. يعني كل فترة يأجر شقة في اسكندرية ويفتح مكتب ويقابل موكلين وياخد فلوس منهم، ويا اما يخسرهم القضايا يا اما يهرب ويختفي ويروح مكان تاني. وكان تفكيره طول الوقت ازاي يجمع اكبر قدر من الفلوس بأقل مجهود ممكن، وساعده في الاحتيال ذكائه الشديد وطريقة كلامه المختلفة واللي كان بيقدر بيها يكسب أي حد قدامه. واستمرت سنين حياته بالطريقة دي، مرة معاه فلوس وقضايا ومرة لأ. البداية الحقيقية للجرائم بتبدأ معانا من سنة 2021. السنة دي بتكون فارقة في حياة نصر الدين. وقتها هو بسبب سوء سمعته وهروب الموكلين منه كان بيمر بأزمة مالية صعبة، وبالصدفة اتعرف على مهندس غني وعرف منه انه عايز يبيع عقار، لكنه كان فيه شوية مشاكل عليه، فأقنعه نصر الدين بطريقته المعتادة انه هيقدر يحلله المشاكل. وسنة 2022 استدرجوا لشقة مأجرها، واستغل ان الدنيا بالليل وكانت شتاء وهادية، ولما بقى لوحده مع الضحية طلع سكينة وهدده يا إما يقتله يا إما المهندس يتنازل عن ملكيته للعقار وعربيته ومبلغ مالي كبير كان معاه بجانب كارت البنك وموبايله. وبعد ما المهندس وافق وسلمه كل حاجة بدون حتى ما يحاول يرفع صوته، نصر الدين قتله وجهز تابوت خشب بنفسه وحضر أكياس بلاستيك ولف بيها جثته علشان ما يطلعش منها ريحة. وبعدها اشترى مواد بنا وأدوات للحفر، وبعد كده عمل حفرة كبيرة في شقة من الشقق اللي كان مأجرها زي ما قلنا، ودفن جواها جثة المهندس، وبعد كده غطاها بالتراب ومواد البناء بعد ما خلص. طبعا نصر الدين اعتقد ان الامور هتمشي بخير فيما بعد، لكنه اتفاجئ بان اسرة المهندس بتكلمه وتسأل عنه، ولانه زي ما قلنا كان عنده سرعة بديهة قال لهم انه ما يعرفش حاجة عنه. واخر مرة جاله المكتب كان معاه سيدة اجنبية وقال له انه احتمال يتجوزوا. وبعد ما قفل معاهم فتح موبايل المهندس وبعت رسائل لأسرته قال لهم فيها انه هيتجوز من سيدة اجنبية وباع العقار وهيسافر ويعيش في شرم الشيخ. في البداية الأسرة صدقت، ولكن بعد أيام حسوا ان الموضوع فيه لغز، فراحوا وبلغوا عن اختفائه، ومن وقتها بدأت الشرطة تدور عن السر. بتمر أيام نصر الدين سلسة وهو متخيل ان جريمته عدت بسلام، علشان بعد مدة وبسبب أفعاله السيئة وسهراته مع البنات ومشاكله المادية علاقته بزوجته وصلت لنهايتها، والخلافات بينهم بقت صعبة ومتكررة على نفس الأسباب، لدرجة ان بسبب الخلافات زوجته طردته من الشقة أكتر من مرة كمان وطلبت الطلاق. ولأنه كان محامي وعارف إنها هتاخد منه حقوق كتيرة بدأ يخطط ويفكر إزاي يخلص منها. وفيما بعد راح لنجار وعمل عنده صندوق خشب كبير واشترى قماش أبيض وأكياس بلاستيك سودة، ولما الوقت بقى مناسب مسك زوجته ضربها بعنف وخنقها لحد ما اتأكد إنها ماتت، وبعدها لف جثتها بالقماش وحطها جوه الأكياس السوداء، وعلى الفجر نقلها بعربيته لشقته اللي مأجرها في منطقة المعمورة. وخليكم مركزين معايا قوي على مدى ثباته الانفعالي وقلبه القوي انه يتحرك بجثة في عربية جوه منطقة زحمة، حتى ولو الدنيا ليل وهادية وارد ان حد يشوفه ويبلغ عنه، لكن كل ده ما كانش في اعتباراته. ولما دخل الشقة عمل حفرة عميقة في الأرض ودفن فيها مراته وردم واشترى قفل الباب الأوضة وقفلها. جرائم نصر الدين ما وقفتش لكده، وصلت معاه لجريمته الثالثة لما البداية الفعلية إن جات له موكلة
وطلبت منه يترافع عنها في قضايا للنزاع كانت دخلها ضد ناس تانية. ولأن نصر كان محتال وما يعرفش أي حاجة عن مهنته الشريفة ولا تعلم أي حاجة من أصدقائه المحامين الناجحين، الموكلة بسبب ده خسرت القضية، وكان من الطبيعي إنها رفضت تدفع له أتعابه، وده ضايقه جدا، خاصة إنه كان بيمر بأزمة مالية ومحتاج كل جنيه حرفيا في حياته. طبعا بدأ معاها بالسلم وحاول معاها أكتر من مرة يكلمها، مرة يزق حد من معارفه عليها، مرة يتصل بيها يهددها، لكن مفيش ولا محاولة نجحت. الموكلة رفضت تديله الأتعاب لحد ما قرر يستدرجها في شهر أكتوبر من نفس السنة بطريقته المعتادة لشقة المعمورة، وقعد واتكلم معها شوية، وبعدها قام وخنقها بإيده، ولما ماتت فتشها فلقى معاها كارت البنك الخاص بالمعاش وموبايلها، وبالطبع زي ما هو بيعمل في كل مرة حفر حفرة تانية جنب جثة زوجته ودفنها. ولأن الكل قصة نهاية، يوم الحد 4 يناير سنة 2026 قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية إحالة أوراق سفاح المعمورة لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وده بعد ما محكمة جنايات أول درجة قضت بإعدامه. في نهاية حلقتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تشاركونا برأيكم إيه اللي ممكن يحول إنسان طبيعي لسفاح مرعب بالشكل ده. شكرا جدا ليكم. جمال بعد ما رجع من شغله في شهر أغسطس من سنة 2023 ما تكلمش مع مراته ولا مع قرايبه اللي ساكنين جنبه، كان ساكت تماما وعلامات الصدمة على وشه، وقرر يصلي علشان ربنا يكون معاه في مصيبته، فجهز نفسه وقف يصلي المغرب وهو مكسور، ودعا ربنا يخرجه من ضيقة كان فيها على خير. فجأة جه القاتل من ورا وخلص عليه، علشان بعدها الجريمة تتحول للغز كبير. الشرطة فضلت تدور وراه لحد ما عرفت مين اللي قتله وليه. أهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم سامي، ويلا بينا نبدأ على طول. جمال من صغره كان راجل ويعتمد عليه والكل بيحبه، وعمره ما زعل ولا ضايق حد منه. اجتهد وسعى وقدر يكون نفسه لأن ظروفه المادية كانت صعبة، وكان بيحب بنت اسمها سورة أصغر منه بكذا سنة، وكانت جارته من القرية ويعرفها ويعرف أهلها كويس. وبمرور الوقت ربنا كرمه وقدر يبني دور في عمارة أهله، ولما بقى جاهز اتقدم للبنت. اتخطبوا طبعا بعدها فترة بسيطة، ولما تمت سن الرشد اتجوزوا على طول وسط فرحة كبيرة من الأهلين والصحاب. ظروف جمال كانت ملخبطة شوية، خاصة إنه كان شغال عامل باليومية، وفضل يدور على شغل مستقر في كل حتة حواليه لحد ما لقى مصنع كان طالب عمال من محافظة القليوبية، وهنا كان محتار هيبعد عن بيته وأهله ازاي. فراح اتكلم مع سارة مراته، واللي لما عرفت فرحت جدا ورحبت بالفكرة وشجعته على الشغل ده علشان الظروف تتحسن. وفعلا سافر واشتغل وربنا كرمه خلال السنين اللي بعد كده بطفلين كانوا هما محمد وحمزة. جمال كان طول الوقت بيتعب ويشقى ويشوف الويل علشان يوفر حياة مستقرة ليه ولعيلته، وكان دايما بيحمد ربنا على نعمة الزوجة والبيت والخلفة. وبسبب لخبطة المواعيد بتاعة الشغل اللي خلته يبعد عن البيت بالأيام ويجي أجازات قليلة، ده خلى العلاقة بينه وبين سارة مراته تكون فترة شوية، ولكن لأنها كانت بنت حلال استحملت معاه وعدت الأيام علشان خاطر البيت والعيلة. بتمر الأيام، ولأن الحياة عمرها ما بتستقر، في يوم رجع جمال من شغله وكان تعبان جدا ومكسور ومحبط من حاجة مش مفهومة. دخل بيته وخد شاور، وسارة كلمته وقالت له إن هي بتجهز الأكل، والعيال كانت عايزة تلعب معاه وحاولوا يقعدوا معاه وقت أول لما جه، لكنه كان ساكت خالص وشايل الهم. ولما مراته سألته أنا خلاص بخلص الغدا هنتغدى إمتى، رد بحزن وقال لها هصلي المغرب الأول ومش قادر آكل حاجة خالص دلوقتي. بعدها دخل في أوضته فرس سجادة الصلاة وبدأ يصلي. سارة كانت في المطبخ وخلاص حضرت الغدا وهي مش فاهمة هو ماله، لحد ما فجأة سمعت جسم وقع وحاجة اتكسرت. سارة جريت وهي بتصرخ
وافتكرت إن حد من الأطفال وقع أو اتعور. ولما خرجت في الصالة وبصت لقت باب الشقة مفتوح كالعادة، ولأنهم في بيت عيلة والأطفال كانوا بيلعبوا كويسين فالقلق زاد جواها أكتر، وجريت على الأوضة اللي فيها جوزها وكان بابها مفتوح. ولما بصت على الأرض قبل ما تدخل شافت آثار جزمة لحد دخل الشقة، وده قلقها بزيادة، خاصة إن محدش بيدخلهم بالجزمة. ولما دخلت الأوضة كانت صدمة عمرها كله اللي مش هتنساها أبدا. شافت جمال واقع على وشه وقاطع النفس تماما. جريت عليه وفضلت تصرخ بصوت عالي، حاولت تفوقه أكتر من مرة لكنه ما كانش بيرد. وفي ثواني أهله في البيت طلعوا، أخو جمال ومراته وابنهم ووالدة جمال وباقي أفراد العيلة، ومحدش كان فاهم بيحصل إيه. ولما عرفوا من سارة جابوا له برفيوم وحاولوا يفوقوه، وجابوا مية وحاولوا بكل الطرق، لكن جمال كان قاطع النفس تماما. لحد ما طلع لهم جارهم وكان دكتور في البيت اللي جنبهم، ولما كشف عليه بصلهم بقلق وقال لهم إنه ما بيتنفسش ولازم يتنقل حالا للمستشفى. العيلة نقلته بسرعة في توك توك، وهناك لما بيدخل الدكتور وبيكشف عليه بيقول لهم الخبر اللي ما كانش متوقع: جمال مات. سارة صرخت ولطمت على خدها، والعيلة كلها جالها حالة من الصدمة. محدش كان فاهم ده حصل ازاي وليه، وعياله الصغيرين دول مين هيربيهم، علشان في وسط المصايب دي كلها جت المصيبة الأكبر، وهي إن الدكتور الشاب اللي كشف على جمال في المستشفى شك في إن الوفاة فيها شبهة جنائية، يعني الميت اتقتل، خاصة وإن الجثة كان باين على رقبتها آثار خنق بسيطة، ووشها أزرق شوية، وخارج من البق لعاب كتير. هنا جه دور مدير مستشفى هي، وكشف على جثة جمال فلقى فعلا إنه من الشكل العام ميت مخنوق، مستحيل تكون موتة طبيعية أبدا. وعلشان يقدر يتأكد لازم يبلغ الشرطة والجثة تتنقل للمشرحة، ومن تقرير التشريح هتيجي النتيجة النهائية. على الفور مدير المستشفى بعت بلاغ سريع للشرطة عن ورود جثة فيها شبهة جنائية لراجل عنده 35 سنة. الشرطة اتحركت على المستشفى فورا وبدأت في التحقيق مع أفراد العيلة كلها، اللي لما عرفت الخبر كانوا هيتجننوا. مين اللي قتل جمال؟ ده محدش بيحس بيه أصلا. وبعد التحقيق مع أفراد العيلة الشرطة لقت نفسها قدام لغز جريمة قتل غريب. شخص طيب ملوش أعداء ولا خلافات مع حد، عايش في بيت عيلة وملوش أي أعداء. وبعد التحقيق مع العيلة ما كانش في شك في مشتبه واحد حد. وخلال الفترة دي النيابة أصدرت قرار بتشريح الجثة، وفي مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي جه التقرير اللي بيأكد إن الجثة سليمة داخليا والأعضاء كلها كانت شغالة، لكن سبب الوفاة هو نقص الأكسجين، يعني الموت كان بالخنق، وفي علامات على الرقبة أثبتت الجريمة. هنا الشرطة طبعا مع رجال الأدلة الجنائية راحوا للبيت لكونه مسرح الجريمة، وعرفوا إن بيت العيلة ده مكون من 4 أدوار، وطول النهار بابه من تحت بيكون مفتوح، وأبواب الشقق كمان مفتوحة، لأن الأبواب كلها بتتقفل على نص الليل لما العيلة بتنام. واللي زود القضية صعوبة كمان إن كان في كذا بيت جنب البيت ده، والأسطح بتاعتهم قريبة من بعض، يعني سهل جدا حد ينط من سطح للتاني يعمل الجريمة ويهرب. وده خلى رجال الشرطة يكونوا قدام لغز مش سهل أبدا. علشان كده كثفوا شغل على القضية، وبكل الشكوك والاقتراحات الممكنة في الدوائر القريبة من القضية، زي الأهل، الصحاب، الجيران، وأي طرف ممكن يكون محل شك، لكن النتائج كانت صفر. مفيش مشتبه ولا شخص واحد محل شك. رجال الأمن كملوا تحقيق وبحث في القضية، ولما قروا تقرير الطبيب الشرعي جمعوا شوية خيوط ببعض، وعرفوا إن الضحية كان واقف بيصلي ومراته في المطبخ وأولاده بره، ودخل شخص غريب بجزمة أثرها كانت باينة بعد ما سارة وضحت لهم النقطة دي. والقاتل وقف ورا الضحية على مسافة قريبة جدا، وخلال ثواني كان لف على رقبته حبل سميك أو إشارب من ورا وخنقه لحد ما مات. ومن الواضح كده في التقرير إن الضحية ما حاولتش تدافع عن نفسها،
كأنها كانت مستنية مصيرها بكل سلام وهدوء. حتى ضوافر الجثة ما كانش فيها آثار لجلد أو خربشة للقاتل كمحاولة للنجاة من الموت، وده خلى القضية اتعقدت أكتر وأكتر. فعادت الشرطة التحقيق من تاني مع أفراد العيلة، واللي كلهم نفوا إنهم شافوا أو سمعوا أي أصوات غريبة، وأكدوا إن البيت محدش بيدخله غيرهم، وجمال ما كانش ليه خصومة أو عداوة مع حد نهائي، والجيران كلهم كانوا بيحبوه وشهدوا قد إيه كان راجل محترم وخدوم، عمره ما اتأخر عن حد في حاجة. ولأن اليقظة الأمنية قوية، لاحظ رجال الأمن إن السطح ما كانش عليه نفس آثار الرجلين اللي كانت في الشقة، وفي نفس الوقت العيلة قالت إن محدش بيدخل من الباب تحت. وهنا نزلوا المنطقة ووسعوا دايرة التحقيقات والبحث، واكتشفوا الكارثة اللي ما كانتش متوقعة. فقرروا ساعتها يجيبوا سارة ويحققوا معاها من تاني، وحصروها بكل تعقيدات القضية علشان فجأة تنهار قدامهم وتعترف إن هي اللي قتلت جمال. وفضلت تتكلم وتعترف بكل حاجة وهي بتبكي بندم وحسرة. ولما اتسألت عن سبب الجريمة، خاصة وإن جوزها كان حنين معاها وطيب، قالت في التحقيقات إنها قتلته علشان تداري على الفضيحة اللي وقعت فيها، لأن بسبب ظروف شغل جمال وبعده عن البيت بالأيام لقت نفسها وحيدة قصاد المسؤولية، مسؤولية البيت والطفلين، وكانت عايزة حد يطبطب عليها، حد يحسسها إنها ست ويحتويها ويهتم بيها ويسأل عليها، ولما تحتاجه تلاقيه جنبها على طول، ظهر وسند. وكملت مكابرة في أقوالها وقالت إنها زهقت وياما اتكلمت مع جمال علشان يشوف شغل قريب منهم، وفعلا هو كان بيدور حتى ولو بمرتب أقل، بس ما كانش لاقي بسبب الوضع الصعب اللي هناك. وده خلاها بمرور الوقت تحب ابن أخو جمال اللي كان عنده 20 سنة وهي 25 سنة، وده خلاهم قربوا من بعض، خاصة في الأوقات اللي كان بيجي فيها ويسأل عليها بحجة يعني إن عمه مش موجود وهو راجل مكانه ومسؤول في أي حاجة. العلاقة بينهم تطورت بسرعة كبيرة، وكل يوم كانوا بيتقابلوا وحصل بينهم علاقة، فما بقتش قادرة تستغنى عنه. وفي الأوقات اللي جمال كان بيرجع فيها من شغله كانت بتدخل أوضتها تقفل على نفسها وتتصور في شكل مش مظبوط تماما وتبعتها لابن أخوه. وفضل الوضع مستمر كده بينهم لشهور، لحد لما العيلة بدأت تلاحظ العلاقة وكانوا شاكين في الاتنين، بس مش لاقيين دليل وخايفين يواجهوا أي طرف فيهم لتحصل كارثة تبوظ كل حاجة. فالعلاقة زادت أكتر لدرجة إن الجيران نفسهم لاحظوا ده، والعيلة خلاص بقت متأكدة. وبدل ما حد يتكلم مع الولد وياخدوا معاه قرار، كله كان ساكت وخايف من الفضيحة، لحد لما حصلت المصيبة الكبيرة، وهي إن جمال نفسه سمع من بره عن العلاقة دي، ورجع في يوم بدري عن ميعاده في شغله، واستغل إن سارة في المطبخ، فتح موبايلها وفضل يدور فيه لحد ما شاف الفيديوهات والصور اللي كانت بتبعتها لابن أخوه. ساعتها مسك أعصابه وراح وواجهها، وقتها أنكرت إن الصور دي بتبعتها للولد، ففتح الشات اللي كان بينهم واللي كان مليان كلام سيء. وقتها سارة أنكرت وعيطت، فضلت تصرخ وتتخانق، ولما لقت نفسها قدام الأمر الواقع اتحججت بالظروف وإنه سايبها وإن الولد التاني ضحك عليها باهتمامه وكلامه الحلو. ولأن جمال كان طيب ما واجهش أخوه ولا ابنه بالمشكلة دي وتعامل معاهم عادي، أو الحقيقة إنه كان بيعاملهم عادي من بره، لكن من جوه كانت في نار بتغلي وحرقته، وده خلاه يبقى طول الوقت مكسور وتايه، مش عايز يتكلم مع حد، يروح شغله ويرجع بس علشان يصرف على عيلته، وما كانش طايق يتكلم مع سارة اللي بدل ما تفكر ازاي تلم الدنيا اتكلمت مع الولد وفكروا سوا لحد ما اتفقت معاه انه هيجي لهم يوم اجازة جمال عمه علشان يقتلوه. وقالت سارة في التحقيقات انها دبرت الخطة مع الولد، ولكن يوم التنفيذ الولد قفل موبايله وما جاش، فبدل ما تتراجع عن خطتها الشيطانية نفذتها لوحدها. استنت جوزها لما رجع من شغله ودخل علشان يصلي، قربت منه وهو واقف بكل خشوع قدام ربنا، سحبت الإشارب بتاعها ولفته حوالين رقبته
وخنقته من ورا. جمال ما قاومهاش، كأنه كان مستني ده يحصل علشان يخلص من شعور العار والذنب. لحظات بسيطة خاطفة وكان جمال واقع على الأرض ميت. طبعا بعدها سارة دارت كل أثار الجريمة وتخلصت من الإشارب، وكسرت بعدها إزازة كأنه واقع عليها. وطبعا لأن أطفالها كانوا صغيرين لسه، محدش فيهم كان مدرك لحاجة. وبعدها لبست جزمة جوزها ومشيت بيها في الشقة علشان تعمل الأثار دي، ورمتها في الزبالة وهي متخيلة إنها بكده هتنجو من فعلتها. وبعد تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات من الجهات المعنية بالأمر، القضية تم إرسالها للعرض على مفتي الجمهورية. ووقتها المفتي صدق على القرار بالإعدام شنقا، وتأيد من الجهات المعنية علشان في شهر أكتوبر لسنة 2024 تتقفل القضية اللي هزت الرأي العام وهي بشكل خاص. في نهاية حلقتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك الفيديو لو الحلقة عجبتكم، وشاركونا في التعليقات. هل الإهمال ممكن يوصل الإنسان لأنه يرتكب فعلا جريمة؟ وشكرا جدا ليكم. كان بيدخل بكل بساطة للأحياء الراقية، الفلل، البيوت، ويسرقها ويهرب فورا، وهو متخيل إن حياته هتفضل مستمرة بالشكل ده، لحد ما عرف إن المحامي الخاص بيه بيخونه مع زوجته. ومن هنا انطلقت سلسلة خطيرة من جرائم سفاح الستينات محمود أمين سليمان، اللي رعب الشارع المصري لفترة من الزمن. وده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم سامي، ويلا بينا نبدأ على طول. سفاح الستينات الشهير جدا محمود أمين سليمان اتوصف بإن ذكائه مرعب، خاصة إنه قدر يكون علاقات مع كبار مثقفين مصر خلال الخمسينات ولحد أوائل الستينات، ومحدش منهم شك فيه للحظة إنه ممكن يكون محتال. واتقال عنه إنه من رعاة الثقافة في مصر وقتها، خاصة وإنه اتعرف بكونه صاحب دار نشر ومطبعة ودكتور جامعي كمان. ووصل ذكائه إنه كان بالليل يحضر الحفلات مع كبار المثقفين والفنانين، وأول ما يعرف إن حد منهم مسافر في شغل أو أجازة مثلا يروح لبيته يسرقه، وبعدها يسافر لإسكندرية بحجة إنه مشغول وعنده حاجات لازم تخلص. ووصل بيه الأمر إنه سرق بيت الشاعر الكبير أحمد شوقي وبيت السيدة أم كلثوم والمليونير سباهي باشا اللي كان بيملك مصانع غزل ونسيج ضخمة، بجانب مشاهير وشخصيات بارزة تانية. وتخطى عدد سرقاته للبيوت أكتر من 50 حادثة. كل الجرائم اللي ذكرناها كانت سرقة. إزاي بقى تحول محمود سليمان من حرامي لسفاح رعب سكان القاهرة واسكندرية؟ ده اللي هنتكلم عنه، لكن خلونا نعرف بداياته الفعلية كانت ازاي، وايه اللي وصله للمرحلة دي من الإجرام. بدأت رحلة عيلة محمود لما والده قرر يسيب صعيد مصر وهاجر وراح لبنان سنة 1920 علشان يحقق ذاته وينجح ويشوف مصدر رزق جديد ليه. وهناك بعد شغل وتعب أسس شركة شحن بضايع واشترى بيت كويس وعاش مع أسرته في مدينة طرابلس اللبنانية. ولما الأمور المادية استقرت قرر الأب إنه يتجوز، وربنا رزقه ب5 بنات و3 أولاد كان من ضمنهم محمود. ومحمود نشأ في بيت هادي وظروف مادية كويسة جدا، لكن برغم ده من صغره كان بيحب المشاكل. وعيلته اكتشفت بمرور الأيام إنه مريض بالسرقة، يعني مرة يروح يلعب مع أطفال الجيران فيسرقهم، مرة يسرق قرايبه. ووصل بيه الحال إنه كان بيسرق من فلوس والده، وكل ده كان بيحصل وهو ما عداش 10 سنين. طبعا حاول الأب والأم يعالجوا ابنهم ويتكلموا معاه، لكنه قدر ببراعة يخدعهم بإنه بطل سرقة، والأسرة فرحت وصدقت طبعا. ولما كبر وبقى في بدايات مراهقته، حب ودافع السرقة كبر هو كمان معاه، فسرق في مرة بنادق من معسكر بريطاني في لبنان واتمسك بعدها على طول. لكن لأن محمود كان لسه صغير في السن، الشرطة سلمته لوالده وما خدش حكم ولا دخل السجن. والانحراف جواه بعدها زاد أكتر، فانضم لعصابة
بتسرق بيوت الأثرياء، وخططوا مع بعض الفكرة مجنونة، وهي سرقة بيت الرئيس اللبناني. وفعلا جهزوا كل حاجة، لكنهم لما حاولوا يسرقوا البيت ما قدروش بسبب الحراسة المشددة، وحد من أفراد العصابة قتل حارس منهم بالنار، والسلطات الأمنية قبضت عليهم، واتسجن محمود 4 سنين بتهمة السرقة. وبسبب الكارثة والفضيحة دي اضطر والده إنه يصفي شركته وياخد أسرته ويرجعوا مضطرين على مصر. وبعد ما ال4 سنين خلصوا رجع محمود هو كمان، ووقتها وعد أسرته إنه هيكون كويس، وفعلا بعدها ما عملش أي مصايب تانية، لكن من جواه كان بيخطط علشان يتوسع في السرقة والاحتيال على الناس. وكانت الشرارة الفعلية بموت والده، لأنه بعدها باع بعض أملاكه واشترى بيها كتب وأسس دار نشر ومطبعة، وقدر يعمل ليه وجهة ثقافية احتيالية علشان يتقرب من الأغنياء والمثقفين والفنانين. وساعده في ده ضعف وسائل الإعلام، وإن محدش عرف أي حاجة عن حبسه في لبنان. واحدة واحدة انطلق محمود في عالم الثقافة وتوغل في العالم الفني، وقدر بشياكته وثقته الرهيبة في نفسه يكون علاقات مع عمالقة الزمن ده، زي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والشاعر كمال الشناوي، والصحفي الشهير مصطفى أمين، والسيدة أم كلثوم، بجانب علاقات مختلفة مع رجال أعمال ورجال سلطة كمان. وعلشان صورته الطبيعية تكتمل قدام الكل بدأ يدور على زوجة مناسبة، فاتجوز أول مرة من بنت اسمها عواطف. وكانت الكارثة لما اكتشف إنها مش بنت، وإنها خدعته، فطلقها وهو هيتجنن. ودور تاني فلقى بنت جميلة ومن أسرة فقيرة كان اسمها نوال عبد الرؤوف، فأغرى أهلها بالفلوس واتجوزها. وكان بيحبها وبيغير عليها من أي راجل يتعامل معاها أو يشوفها في حفلة معاه، وما كانش عنده ثقة فيها ولا في حد، لأنه كان محتال، خاصة كمان بعد اللي عواطف عملته معاه. والحقيقة إن جوازه من نوال كان نقطة التحول المرعبة اللي خلته من أخطر السفاحين في تاريخ مصر. وبعد كده لأن السرقة والجريمة بالنسبة له كانوا زي الهوا والمية، بدأ يخطط للبيوت اللي هيسرقها، وده برغم إنه ما كانش محتاج ماديا. وكانت ضربته الأولى لبيت أمير الشعراء أحمد شوقي، فراح لبيته بالليل واستغل وقتها إن المنطقة هادية جدا ومفيش حراس كتير، ودخل البيت وسرق من عنده نخلة ذهبية كان أهداها ليه أمير من الأمراء. وبعدها بفترة مش كبيرة حط خطة وسرق بيت السيدة أم كلثوم. وبرغم إن سرقات محمود كانت ماشية مظبوط وقدر بسببها وبسبب شغله وعلاقاته يكون فلوس كتيرة، إلا إنه بسبب عدم ثقته في زوجته كان بيحصل بينهم خناقات ومشاكل كبيرة، وفي أي مكان يخرجوا أو يروحوا ليه يتخانق معاها لو راجل كلمها حتى ولو بطريقة عادية. وده برغم ان نوال كانت كويسة ومش وحشة، ولا سلوكها حتى كان فيه مشكلة. ولان محمود ما كانش ليه صداقات كتيرة لانه دائم الشك، كان بيحكي كل حاجة لصديقه المحامي بدر الدين عن شكوكه ومخاوفه دي كلها، لانه كان بيعتبره اخ ليه، خاصة كمان ان بدر الدين كان مسؤول عن حاجات كتيرة في شغله. ووقتها اقترح عليه بدر يروح لطبيب نفسي علشان يعالجه من خوفه واضطراباته المستمرة، لكن محمود رفض الفكرة. وبعد مدة في حد من الجيران اللي كانوا ساكنين جنبه بلغ الشرطة عنه علشان شافه في سرقة من السرقات، وفعلا الشرطة قبضت عليه وحققت معاه ولقوا ضده أدلة كتيرة. ومع الوقت بدأت خيوط قضايا تانية تتجمع قدام المحققين، وبرغم ان ما كانش فيه أدلة كفاية ضد محمود لأنه كان ذكي جدا، إلا إنهم شكوا إنه ورا كل السرقات دي لأنها تمت بنفس طريقته في اقتحام البيوت. طبعا بدر الدين كان هو المسؤول عن قضية محمود، وكان لسبب غير معروف بيطلب تأجيلات كتيرة للمحاكمة، وده خلى محمود يقضي وقت كبير في الحبس الاحتياطي. وهنا جت الضربة القاضية
لما في حد من أصحاب محمود قال له إن بدر الدين بيأجل القضايا علشان بيخونوا مع نوال مراته. محمود لما سمع ده اتجنن وبقى هدفه يهرب من السجن بأي تمن علشان يقتل نوال والمحامي، وعن طريق حيلة ذكية ادعى مرضه فودوه للمستشفى، وهناك قدر يهرب وسافر على طول لمحافظة اسكندرية. ولما وصل راح لشقة عايشة فيها مراته مع بعض أفراد من عيلتها، وكان معاه بندقية، وخبط الباب، ولما فتحت دخل وضرب 6 طلقات عشوائية من البندقية، لكن اللي في البيت نجوا منه بأعجوبة. ولما صاحب الشقة جه أصابه السفاح بالرصاص، والجيران اتلمت بسرعة والشارع كله كمان. فهرب محمود وراح لمكتب المحامي بدر الدين، وفضل قاعد مستنيه، ولما ما جاش لقى السكرتير هيبلغ عنه الشرطة فهرب. ونتيجة للجرائم المرعبة دي الشارع المصري اتقلب، والصحافة والأخبار بقوا بيتكلموا طول الوقت عن محمود. وجريدة مصرية شهيرة عملت حوارات صحفية مع مراته والمحامي وبعض من أفراد عيلته. ولأن محمود كان شخصية جريئة وبيحب المغامرة، كان بيركب تاكسيات في اسكندرية ويقول للسواقين إنه السفاح اللي البلد مقلوبة عليه، ويطلب منهم يبلغوا البوليس إنه ركب معاهم. وفي مرة من المرات ادى جواب لسواق تاكسي وطلب منه يوصله لضابط من ضباط المباحث الجنائية اللي بيدوروا عليه. ووصل بيه الحال إنه بعت في مرة خطاب حكى فيه قصته لجريدة مصرية شهيرة، وقامت الجريدة بنشرها فورا. وكانت من أواخر حوادث السفاح اللي دلت على حبه في الظهور بالإعلام ومدى جرأته القوية لما بعت رسالة للفنانة تحية كاريوكا وهددها وطلب منها تحط له 200 جنيه في ظرف وتسيبه قدام باب بيتها. ووقتها الفنانة طبعا كلمت الشرطة، والشرطة بعتت قوات تراقب البيت في صمت وحذر شديد، وفضلوا مستنيين محمود يجي علشان يقبضوا عليه، لكنه ما جاش ولا كلمها تاني. بعد قصة تهديد الفنانة تحية قرر محمود انه يهرب للصعيد ويشوف مكان هناك يعيش فيه. ويوم 9 إبريل من سنة 1960 ركب في شاحنة كبيرة والطريق كان فاضي، لحد ما فجأة لقى محمود إن الشاحنة بتقرب من كمين، فغير هدومه وسابها ونزل يجري بسرعة. ولما السواق بلغ الكمين إنه معاه محمود دوروا بسرعة فما لقوش غير هدومه، ووقتها كان معاهم كلاب بوليسية شمموها الهدوم وخلوها تدور عليه. وبعد أقل من يوم من البحث الكلاب وقفت قدام مغارة في حلوان، والقوات خلال وقت بسيط حصرت المغارة دي، وطلبوا من محمود إنه يسلم نفسه، لكنه رفض وطلب منهم يسلموه نوال علشان يقتلها وبعدها هيسلم نفسه للعدالة. طبعا القوات رفضت طلبه وحاولوا يقنعوه يسلم نفسه، لكنه كان معاه سلاح وضرب عليهم رصاص. وبعدها القوات نجحت في الدخول للمغارة وقتلت السفاح علشان بموته يوم 10 إبريل من نفس السنة تتقفل قضية هزت الرأي العام وسببت قلق كبير في الشارع المصري. ومن كتر ما الشارع اتأثر بيه قصته اتحولت لدراما، خاصة كمان وإن بعد موته الصحافة نشرت عنه معلومات كتيرة. فالأديب والكاتب العظيم الراحل نجيب محفوظ كتب روايته الشهيرة اللص والكلاب عن قصة كانت مقتبسة من حياة السفاح، والرواية اتنشرت سنة 1961 ومن شدة نجاحها اتحولت لفيلم بعدها بسنة من بطولة العمالقة الفنانين شكري سرحان وشادية وكمال الشناوي. والفيلم وقتها حقق نجاح كبير في دور العرض. في نهاية حلقتنا تفتكروا ايه السبب اللي غير محمود من مجرد حرامي لسفاح؟ هستنى مشاركتكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبكم، وشكرا جدا ليكم. الأهالي اتجمعوا قدام بيت جارتهم لما شموا منه ريحة كانت سيئة جدا، كانت خارجة من الفرن البلدي اللي في بيتها. ولما خبطوا عليها علشان يعرفوا السبب رفضت تفتح لهم بحجة إن البيت مش نظيف، وده زود القلق والشك جوه الأهالي. فطلبوا الشرطة فورا، ولما الشرطة جت ودخلت وشافوا الفرن البلدي
كانت الصدمة المرعبة اللي خلت أهالي القرية ما يناموش لأيام متواصلة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم سامي ويلا بينا نبدأ على طول. في قرية صغيرة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، الحياة كانت ماشية برتم هادي وثابت. الأهالي عايشين حياة بسيطة، الصبح بيشتغلوا شايلين المسؤولية، وعلى الغروب يرجعوا بيتهم وعايشين حياتهم بنمط طبيعي جدا بدون أي مشاكل أو نزاعات، والكل هناك كان في حاله. ولكن يوم 5 مايو الأهالي ما كانوش يعرفوا الكارثة اللي هتحصل لطفلة صغيرة عندهم، وخلت قلوبهم مخطوفة لمناطق من القلق والاضطراب. القصة كلها ابتدت في 5 مايو من سنة 2018 لما طفلة اسمها فايزة وكان عندها 5 سنين قررت تطلع بره بيتها وتلعب زي كل يوم. والحقيقة إن فايزة كانت محبوبة من كل أهالي القرية لأنها كانت هادية وجميلة الشكل والأخلاق، ومشهورة بين الناس بضحكها المستمر اللي أي حد كان بيبص لها بينسى همومه ومشاكله. الأب يومها راح لشغله كالعادة، والأم كانت جوه في المطبخ بتجهز الغدا ومشغولة جدا بشغل البيت. وبما ان الوقت كان صيف يعني مفيش لا حضانة ولا مدرسة ولا اي حاجة، ففايزة طلعت تلعب قدام بيتها زي باقي اطفال القرية واللي كانوا متعودين كل يوم يلعبوا من الظهر لحد الغروب. البنت طلعت وبدأت لعب، ومن جوه الام كانت لسه مشغولة بتجهيزات البيت. ساعة في التانية في التالتة الام قررت تطلع تجيب حاجة من بره، ولما بصت على مكان لعب بنتها ما كانتش موجودة. الخضة نزلت عليها فورا ورعبتها، وكأن قلب الأم حس بالكارثة اللي حصلت، ففضلت تنده على بنتها وتدور عليها في كل حتة. ولما معرفتش توصل لها لفت على بيوت صحباتها من البنات الصغيرين اللي أوقات كانت بتروح لهم وبتلعب معاهم، لكنها برضو ما لقيتهاش. ولما سألتهم في أطفال قالوا لها وكانوا كبار شوية في السن إنهم شافوها دخلت ورا بيت عم خليل أبو كف، ومن بعدها ما ظهرتش. الأم لما سمعت كده غضبت جدا، والشكوك كلها راحت ناحية عم خليل، وده علشان كان في بينه وبين جوزها خلافات على قطعة أرض، ووصل بيهم الأمر من سنين إنهم كانوا هيقتلوا بعض لولا إن الأهالي تدخلت وحلوا بينهم. وعلشان المشكلة ما تتكررش تاني كلمت الأم زوجها وحكت له اللي حصل فورا، وفي وقت قليل جه بسرعة وراح وخبط على بيت عم خليل، وكان غضبان جدا بس بيحاول يتمالك نفسه. ولما عم خليل فتح له الباب استغرب وسأله عن سبب مجيته، فالأب حكاله اللي حصل. ولكن الغريب إن عم خليل بان عليه القلق على الطفلة ونفى إنه يكون شافها أو كلمها حتى النهاردة. فالأب بصله بغضب وهدده إنه لو حصل أي حاجة لبنته مش هيسيبه. ووقتها عم خليل ركن خلافاتهم على جنب وقال له إنه هيدور معاه عليها، ونفى إن يكون عمل لها أي حاجة. ووقتها الأب مصدقش كلامه وطلب منه يراجع كاميرات المراقبة الخاصة بالبيت، فعم خليل وافق ودخل الاتنين وشافوا التسجيلات، وشاف الأب بنته فايزة بتلعب مع أصحابها وفي حد جه ونده عليها من ورا بيت عم خليل. ولكن الحد ده كان واضح إن عارف إن في كاميرا فتلاشى الظهور قدامها، وعلشان جودة الكاميرا ما كانتش أفضل حاجة الصوت ما كانش مبين ده ست ولا راجل. ووقتها الأب زاد جواه القلق وما كانش عارف مين اللي ممكن يعمل كده في بنته، والتوتر يومها سيطر على القرية كلها. وفجأة خلال وقت بسيط الأهالي كلهم سابوا شغلهم وبقوا بيدوروا على البنت الصغيرة، والحزن مسيطر على الكل، خاصة وإن الأب والأم كانوا محبوبين وليهم شعبية كبيرة. وبدأ الأب يعدي على البيوت القريبة ويسأل هل في حد شاف فايزة، لحد ما جرى شابة ليهم اسمها فتحية وكان عندها 25 سنة قالت للأب إنها شافت فايزة ماشية مع راجل ضخم وعنده شنب وكان شكله يقلق، وقالت كمان إنها أول مرة تشوفه عندهم. ولما ندهت على فايزة البنت ما بصتش ليها وكملت ومشيت معاه لبعيد. وفتحية نصحت الأب إنهم لازم يروحوا بسرعة يبلغوا في الاسم. فعلا الأب والأم وفتحية راحوا للاسم بسرعة، وهناك فتحية وصفت للضباط شكل الراجل اللي كان ماشي مع البنت بالظبط وهي بتعيط ومنهارة وزعلانة عليه. ساعات بسيطة والدنيا ليلت،
والتعب سيطر على الكل، فما كانش قدام الأب غير إنه ياخد مراته ويرجع تاني للقرية، يمكن يلاقوا البنت أو يكون حد من الأهالي عرف أي حاجة توصلهم ليها. ولما الأب دخل بيته وقعد يتكلم مع الأم ويفكروا ممكن تكون بنتهم عند بيت مين أو عند بيت حد من صحباتها، ممكن تكون عند حد من القرايب ولا اتخطفت ولا حصل لها ايه، لحد لما الام انهارت من التفكير والحزن وسابت البيت وجريت وقعدت تخبط على بيت بيت وتدور على بنتها. وقتها الاهالي كانوا مقدرين ومحدش زعل منها، وركزوا كويس في اللي هقوله دلوقتي علشان هيوصلنا لحل اللغز. الاهالي كلهم كانوا موجودين ما عدا فتحية، وده برغم انها كانت عايشة لوحدها وما عندهاش لا شغلة ولا مشغلة، ومن وقت للتاني في حد من أهلها في منطقة تانية بيبعت لها فلوس تعيش منها، خاصة بعد ما والدها ووالدتها ماتوا وهي ما كانتش متعلمة كفاية ولا بتعرف تعمل أي حاجة، وحتى ما بتكملش يومين 3 في شغلانة، يا إما بتسيبها يا إما صاحب الشغل بيطردها. واختفاء فتحية ده خلى الأب يشك فيها، وعلى حوالي الساعة 10 بالليل راح الأب والأم البيت فتحية وخبطوا عليها. ساعتها اتأخرت شوية علشان تفتح، ولما فتحت جزء من الباب وتوربت وراه وسألتهم بكل هدوء: وصلتوا الحاجة عن فايزة؟ فالأم طلبت منها تفتش بيتها. فجأة فتحية وشها اتقلب واتغير 180 درجة وغضبت جدا ورفضت بحجة إنها ما تقبلتش شكهم فيها، وهي كانت بتحب الطفلة جدا ومستحيل تأذيها. فالأب ترجاها وقال لها: خلي مراتي تخش تطمن علشان بس تكسر الشكوك اللي جواها. وكانت المفاجأة إن فتحية قفلت الباب في وشهم وصرخت فيهم من ورا الباب علشان يمشوا. الأم غضبت وفضلت ترزع على الباب من بره، والحقيقة إن التصرف ده خلى الأهالي نفسهم يشكوا، لكنهم هدوا الأم والأب وقالوا لهم فتحية مستحيل تأذي الطفلة، ومحدش من الأهالي هنا عمره كان ليه نية في الشر. وبعد وقت الكل كان مشي، ولكن فجأة الأب وهو قاعد في البيت شم ريحة شوي وكانت سيئة جدا، وكانت خارجة من شباك البيت الخاص بفتحية. ففتح الباب وخرج وأدرك إن الريحة جاية كلها من عند فتحية فعلا، تحديدا من مخرج الفرن البلدي واللي بتاجن فيه العيش والفطير وبتعمل جواه الأكل. الأب خد بعضه وراح وفضل يخبط على الباب ويزعق بجنون علشان تفتح، والأهالي أغلبهم صحيوا بسبب الدوشة والريحة السيئة. ولما فتحية رفضت تفتح ليهم، الأب طلب الشرطة فورا، وفي وقت بسيط الشرطة جت. ولما فتحوا باب بيت فتحية ودخلوا لقوا الريحة جاية فعلا من الفرن البلدي، فراحوا ليه وجواه لقوا أكتر مشهد مفزع ممكن إنسان يشوفه، لأنهم لقوا جوه فايزة محروقة وجسمها شبه متفحم بالكامل. ولما بصوا جنبهم لقوا فتحية قاعدة على الأرض وبتعيط. فورا قبضوا عليها، وبمواجهتها اعترفت وقالت إنها في بداية اليوم خرجت من بيتها وكانت رايحة لسيدة بره القرية تعمل لها فطير وأكل، وكانت بتسترزق منها من وقت للتاني لأن الدنيا معاها ملخبطة. وقبل ما فتحية توصل، السيدة اتصلت بيها وقالت لها إنها حصل عندها ظرف ومش محتاجة الفطير ولا الأكل دلوقتي. ساعتها فتحية اتضايقت جدا وما كانتش عارفة هتتصرف ازاي، خاصة وإن بيتها مفهوش جنيه واحد. فرجعت تاني، وقبل ما تدخل بيتها القريب من بيت الطفلة شافت فايزة بتلعب مع الأطفال وكان في ودانها حلق، وفكرت في إن تمن الحلق ده هيسد جوعها وحاجتها لفترة بسيطة من الوقت. وبدون تفكير أو تردد حتى اللحظة واحدة راحت استخبت ورا بيت عم خليل، تحديدا في منطقة الكاميرا ما تجيبهاش، وغيرت من صوتها شوية وندهت على فايزة. ولما الطفلة جريت عليها شالتها وحضنتها وقالت لها إنها معاها حاجة حلوة في بيتها، وعرضت على الطفلة تروح معاها. وطبعا فايزة بكل براءة الدنيا راحت معاها. وفتحية أول ما دخلت بيتها بصت حواليها عشان تتأكد إن مفيش حد شايفها، وبعدها قفلت الباب وحطت فايزة على الأرض وخلعت الحلق وبكل وحشية خنقتها. طفلة اتألمت بشدة
وشها فضل يزرق لحد ما فارقت الحياة بكل وحشية. ولما فتحية خلصت جريمتها جابت شوال كبير وحطت جواه الطفلة وشالتها في دولاب كبير، وبعدها فضلت تفكر ازاي تبيع الحلق ده في محل من محلات الذهب. ولكن المشكلة إنها ما كانش معاها فاتورة، يعني هيكون فيها سين وجيم وأسئلة كتيرة، لحد ما فكرت وكلمت سواق كانت تعرفه وعارفة إنه يقدر يتصرف في الحلق، وطلعت وقابلته بره على الطريق السريع واديته الحلق. وعلشان السواق عرف بالطريقة إنها سرقت الحلق ده، اتفق معاها إنه هيبيعه وهياخد نص تمنه. وفعلا باعوا ب1800 جنيه سنة 2018 وقسم معاها المبلغ. وكملت فتحية كلامها في التحقيقات وقالت إنها بعد ما باعت الحلق خافت لحد من الأهالي يشك فيها، فرجعت واختلقت قصة الراجل اللي خد البنت وراحت مع الأب للقسم علشان تحبك جريمتها. وبعد ما خلصت الفيلم ده رجعت للبيت وبدأت تفكر إزاي تخلص من جثة فايزة، وكانت ناوية تحفر في البيت لأنه كان من دور واحد وتدفن الجثة على مسافة عميقة. لكن لصعوبة الموضوع ما قدرتش تعمل كده يومها، واتفاجئت بالليل بأن الأب بيخبط على الباب، ولما رفضت اتوترت وخافت للشرطة تجيلها، فقررت بكل جحدان الدنيا إنها تحط جثة فايزة في الفرن وتحرقها، وهي مش متخيلة إن الريحة هتوصل للكل بالشكل ده. وبعد تحقيقات طويلة وجمع أدلة حكمت المحكمة بإجماع الآراء على إعدام فتحية علشان تكون عبرة لأي شخص ممكن يعمل جريمة بشعة بالشكل ده. ولحد النهاردة قصة الطفلة فايزة بتأثر في نفسية أهالي القرية. في نهاية الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبكم، وقولوا لنا في الكومنتات هل دي الحال ممكن في يوم من الأيام يوصل صاحبه إنه يرتكب جريمة بالبشاعة دي. وشكرا جدا ليكم. يوم 2 يوليو سنة 1996 رجع شاب من بيت جدته لشقة أسرته وخبط الباب من بره، ولكنه اتفاجئ إن محدش فتح له، فقلق على أسرته جدا وراح جاب سلم من الجيران وطلع عليه ودخل الشقة من شباك الصالة. وبمجرد ما رجليه لمست الشقة لقى الصالة كلها غرقانة دم، وشاف قدامه عيلته كلها مدبوحة، علشان بعدها يبدأ لغز أبشع حادثة هزت مصر في التسعينات كلها، وهنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، معكم سامي ويلا بينا نبدأ. الشاب بعد ما دخل لشقته في القناطر الخيرية وشاف الدم مغرقها كلها، وبالقرب من باب الشقة شاف أخوه الصغير واللي كان اسمه بندق كان مطعون في بطنه وصدره وواقع على الأرض. الشاب دور على باقي أفراد أسرته وكان جواه رعب رهيب من المشهد. وكانت الصدمة الأكبر لما دخل أول أوضة وشاف والدته مطعونة وغرقانة في دمها، ووالده واقع جنبها والاتنين ميتين. رجليه ما كانتش شايلاه ولا كان عارف يتنفس، وحركته كانت بطيئة جدا. وبصعوبة شديدة لقى أخوه اللي كان اسمه حمادة، ولكن كان مطعون في بطنه وصدره بسكينة وواقع في أوضة نومهم. الشاب ما كانش عارف يتصرف ازاي وفضل ساكت وقاعد في الأرض لحد ما الجيران جت وخبطت عليه، ولما فتح ليهم وشافوا المنظر فورا بلغوا الشرطة. وفي ثواني الدنيا اتقلبت ومحدش كان فاهم مين وليه يعمل كده مع الأسرة دي، خاصة وإنها كانت أسرة محبوبة وفي حالها، وعمر ما حد من الجيران ولا سكان المنطقة سمع ليهم صوت عالي أو شافهم في مشكلة مثلا. فورا الشرطة جت هي والجهات المختصة وبدأت عمليات التحقيق. وطبعا الشرطة حققت مع الشاب كونه الناجي الوحيد وكانوا شاكين فيه. ولما سألوه هو كان فين وقت الجريمة قال لهم إنه كان بايت عند جدته بقاله 2 ويادوبك رجع النهاردة واكتشف الحادثة. وبعد تحقيقات معاه ما كانش عليه أي شبهات جنائية أو أي دليل يقول إنه القاتل. فالشرطة بدأت تحقق مع الجيران في العمارة والسكان في الشارع وسألوهم هل الفترة الأخيرة شافوا أي شخص غريب جه للأسرة أو حصل مثلا خناقة مع حد، لكنهم عرفوا إن مفيش أي حاجة من دي حصلت. واللي حير الشرطة أكتر
إن الشقة ما كانش فيها أي علامات تدل على محاولة سرقة. يعني كان في فلوس كتيرة شايلها الأب في دولابه، وحتى مش قافل عليها بمفتاح مثلا. والأم كان عندها كمية كبيرة من الذهب. والأغرب إن الأبواب والشبابيك كانت سليمة. يعني اللي دخل الشقة وقام بالجريمة يعرف الأسرة كويس، ووارد يكون حد من أفراد عيلة الأب أو الأم. ونتيجة للخيوط الكتيرة دي، المحققين رجحوا إن سبب الجريمة كان بدافع الانتقام، مش بغرض سرقة أو حاجة تانية. وخليكم فاكرين نقطة الانتقام دي، لأنها هتكون مفتاح حلقتنا النهاردة اللي هيعرفنا القاتل الحقيقي. طيب، لحد هنا الناجي الوحيد مفيش عليه دليل إنه قتل، وما كانش فيه أي علامات تدل على السرقة. مين اللي قتل الأسرة دي؟ وكان إيه هدفه؟ المحققين استمروا في البحث عن إجابة للسؤال ده وعن خيوط تحل القضية، وكانوا بيدوروا ورا طرف خيط معقد شوية قال لهم عليه الشاب، وهو إنه في اليوم اللي راح فيه لجدته بعد ما طلع على أول الشارع، وكانت تقريبا حوالي الساعة 8 بالليل، لقى ميكروباص على أول الشارع بيقرب منه. وسواق الميكروباص فتح الشباك وسأله عن بيت رقم 40، وده هو نفس رقم البيت اللي الشاب عايش فيه. فالشاب شاور ليهم على البيت، ولما الميكروباص مشي لقاه من غير نمر، والإزاز بتاعه ما كانش مبين تفاصيل كل اللي جواه كويس، لكن كان فيه كذا راجل باين عليهم الضخامة. الشاب حس بقلق وقتها، لكنه محبش يحط جواه مخاوف ملهاش أساس من الصحة. وطبعا لأن وقتها ما كانتش كاميرات المراقبة منتشرة في الشوارع زي دلوقتي، البحث عن الميكروباص أو أي تفاصيل عنه كان صعب جدا. لكن الشرطة رجحت إن وارد يكون مرتكب الجريمة سجينة من سجنات القناطر الخيرية، وده لأن أم الشاب كانت شغالة في سجن القناطر الخيرية، وافترضوا إن وارد تكون الأم عملتها بقسوة أو سببت ليها أذى بطريقة ما، فده كان دافع قوي للانتقام، خاصة وإن زي ما قلنا مفيش حاجة اتسرقت من الشقة برغم كل الخير اللي كان فيها، والأوض أغلبها كان سليم. يعني مفيش دواليب مفتوحة، هدوم مرمية، حاجة مش مظبوطة مثلا. والشرطة وسعت دايرة التحقيقات والبحث أكتر، ولما ما وصلتش لشخص محل شك أو أي تفاصيل تفك لغز الجريمة، جم في يوم وخدوا الشاب ونزلوا لمواقف الميكروباصات القريبة في المنطقة وعرضوها عليه كلها، فما تعرفش على ولا ميكروباص فيهم. وده خلى الشرطة توسع دايرة البحث أكتر، وراحوا لمواقف تانية قريبة من منطقة القناطر الخيرية، وبرضه النتيجة كانت صفر. فجابوا عدد كبير من السواقين وعرضوهم على الولد، وللأسف ما تعرفش على حد فيهم. وهنا قررت الشرطة تغير اتجاه البحث وتدور ورا تاريخ الأب. الأب كان شغال سمسار ومحبوب جدا في المنطقة ومن كل الناس اللي يعرفوه، والشرطة استجوبت كل عملاء الأب وأصحاب إخواته الرجالة وجيران المنطقة اللي فيها بيت عيلة الأب. وعرفت الشرطة إن أم الأب كان ليها خلافات سابقة مع سيدات كانوا مسجونين وليهم ملفات جنائية. والموضوع ما وصلش لخلافات فقط، دول عرفوا كمان إن الخلافات وصلت لخناقات شديدة في الشوارع، وفي منهم سيدات عملوا محاضر للأم. طيب، هل خلافات أم الأب مع السيدات الخطر دول وصلوا الشرطة للقاتل الحقيقي بعد ما استجوبتهم كلهم؟ الحقيقة لأ برضو، وده عقد حل القضية أكتر، لحد ما الشرطة بعد مجهود رهيب لقت طرف خيط خطير خلاها تتأكد من شكوكها ناحية طرف معين. وده حصل لما حد من أفراد الشرطة زار مسرح الجريمة للمرة التانية ودور في الأدراج والأوض بذكاء ودقة شديدة، فلقى في درج الكومودينو ورقة من طبيب نفسي مكتوب فيها ملاحظة خطيرة بتنبه الأب والأم إن ابنهم الشاب وهو الناجي الوحيد عنده اضطراب نفسي رهيب ولازم يدخل مصحة علشان يتعالج، لأنه لو ما اتعالجش ممكن يكون خطر عليهم وعلى أي حد يتعامل معاه. والملفت في الورقة إن تاريخها كان من 3 سنين من تاريخ وقوع الجريمة. الشرطة قبضت فورا على الشاب، وبعدها وصلوا للطبيب النفسي اللي كتب الملاحظة دي وعرفوا منه السبب الغريب اللي خلاه يكتبها.
وهو نفسه السبب اللي خلى الشاب القاتل يخلص على عيلته بالكامل بدون رحمة. الطبيب قال لهم إن الشاب وهو طفل كان عنده تقريبا 5 سنين، ووقع من مسافة عالية واتخبط في راسه جامد، وده عمل له ارتجاج في المخ واضطراب في السلوك، والوقعة خلته غير طبيعي، يعني بيعمل مواقف وحركات مختلفة عن أي طفل في سنه، واستيعابه في المذاكرة والدراسة كان قليل جدا، وحولته الوقعة من طفل طبيعي لطفل عنده قصور في بعض وظائف المخ والإدراك لأي حاجة حواليه. وقتها الأطباء اقترحوا على الأسرة يودوا ابنهم لطبيب نفسي، ولما راحوا للطبيب كشف عليه واكتشف الكارثة، وشدد عليهم بأن ابنهم جواه دوافع لبداية مجرم شديد الخطورة. لكن طبعا الأسرة تجاهلت الكلام ده وما ادتهوش اهتمام، بحجة ان الأطفال كل يوم بتقع وبتتكسر وبتلعب وبتتحرك وبيحصل لهم مصايب، وما كانوش يتخيلوا أبدا اللي ممكن يحصل من ابنهم في المستقبل، واكتفوا بس بعلاجه من الوقعة واهتموا بصحته. ولكن بمرور الوقت ظهرت أضرار الواقعة، سواء في تعامل ابنهم مع الأطفال في سنه أو في تحصيله الدراسي. وطبعا الشرطة بعد ما واجهت الشاب بالحقيقة دي عرفوا إنه فضل يزن ويتحايل على جدته بعد ما عمل الجريمة إن الشرطة لو سألتها تقول إنه كان عندها. وطبعا الجدة بعد الحادثة ما كانتش شاكة فيه، وقالت إنه من زمان مخه مش طبيعي، فسمعت كلامه وما كانتش تتخيل المصيبة اللي عملها. كل اللي حكيناه ما كانش صدمة كبيرة قوي للشرطة، لكن الصدمة الكارثية لما الشرطة حققت معاه وكانوا متخيلينه هينهار ويعيط، لكنهم لقوه ثابت وقوي وقال لهم أيوة قتلتهم، فين المشكلة؟ وبعدها برر بكل أريحية جريمته بحجة إن عيلته كانت بتعامله وحش ومش بتحبه زي إخواته الولاد التانيين، وياما فرقوا بينه وبينهم في التربية واللبس والأكل والشرب. والحقيقة إن كلامه ده كان عكس الحقيقة اللي عرفتها الشرطة من التحريات مع أفراد العيلة والجيران، لأنهم عرفوا إن الأب والأم كانوا بيعاملوا ولادهم التلاتة زي بعض وبيحبوهم جدا. وفي لقاء تلفزيوني استضافت الإعلامية القديرة راوية راشد في برنامجها خلف الأسوار الشاب القاتل، وحكى لها إنه في يوم كان في بيته وشاف سكينة جنب كيس شعرية، فخدها وراح سنها كويس ورجعها مكانها علشان محدش من الأسرة يشك فيه. ويوم الحادثة الأم خدت الأسرة وراحوا يزوروا أختها، فالشاب القاتل خد السكينة وحطها تحت مرتبة سريره، وبعدها راح لخالته ورجع مع عيلته، وكل ده كان بيتم بشكل طبيعي جدا. ولما جه الفجر قام الشاب على صوت رجلين والدته، لما صحيت ودخلت أوضتها عشان تصلي قام دخل وراها وطعنها فورا بالسكينة. ولما الأم صرخت الأب جري عليها، ولما شاف المنظر ما صدقش، فالشاب طعنه هو كمان، وطبعا حصلت دوشة. فالشاب القاتل راح بسرعة للأوضة اللي نايم فيها اخواته الولاد حمادة وبندق، ولما دخل عليهم لقى بندق الصغير بيصحي حمادة وبيقول له قوم شوف في ايه، وهو كان مخبي السكينة ورا ظهره. فحمادة صحي وسأله في ايه، فقال له انا معرفش حاجة. فقام واتحرك، وقتها القاتل ضرب اخوه من ظهره بالسكينة، فخد الطعنة ووقع على الكنبة. ولما جه يقوم ويهرب لأوضته بصعوبة قام القاتل وضربه في صدره موته. وقتها اخوه الصغير بندق كان واقف بيتفرج وبيعيط، فقام نده عليه فجري بعيد عنه، ولسه هيفتح باب الشقة ويهرب قام القاتل موته. ولما الأستاذة راوية راشد سألته عن تفاصيل تخطيطه لقتلهم قال لهم إن حاول كذا مرة يقتلهم، مرة جاب ليهم سم بس حط منه كمية قليلة فما حصلش حاجة. وقال كمان خلال حديثه إن عيلته كانت بتعامله وحش جدا وقاسيين معاه، وبسبب قصور مخه ومشاكله في التعليم والدراسة اخواته الولاد كانوا بيتريقوا عليه طول الوقت وبيتخانقوا معاه وبيضربوه بالخرطوم، وعمره ما شاف منهم حب أو تقدير. والملفت في اللقاء التلفزيوني إن الشاب القاتل طول الحلقة كان ثابت وبيحكي بهدوء شديد جدا، وبرغم إنه كان باين عليه علامات الاضطراب النفسي لكنه ما نزلش دمعة واحدة أو بين إنه ندمان على جريمته. في نهاية الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو الحلقة عجبتكم، وقولوا لنا في الكومنتات هل ممكن المعاملة القاسية تحول إنسان
لقاتل مرعب بالشكل ده؟ وشكرا ليكم. من أغرب جرائم القتل اللي ممكن تسمعها في حياتك كلها اللي هنتكلم عنها النهاردة، قضية وقت التحقيق فيها اكتشفت الجهات الأمنية جثة من غير قاتل وقاتل من غير جثة. طب ده حصل ازاي؟ ونتائج التحقيقات وصلت لفين؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم سامي، ويلا بينا نبدأ على طول. في 5 أغسطس سنة 2017 جه بلاغ لقسم شرطة الوراق في الجيزة بيفيد بإن الأهالي لقوا 3 أكياس مقفولة وشكلها غريب قدام محل وقت الفجر. الشرطة جت فورا واكتشفت كارثة مرعبة جوه الأكياس. لقوا جثة لراجل متقطعة بطريقة احترافية، وكل جزء من الجثة كان متوزع على 3 أكياس. ووقتها جه دور الطب الشرعي اللي قال بعد نقل الجثة وفحصها إن عمر الراجل ده تقريبا في 40، وما كانش فيه أي معلومات أو بيانات تدل على هويته. وبعدها بدأت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عمل التحريات اللازمة عن الجثة علشان يقدروا يكتشفوا هويتها. وبعد ما عرفوا من تقرير الطب الشرعي إن الجثة اتقسمت ل3: الجذع والقدمين والإيدين، أما الراس ما كانتش موجودة هي والعضو. وده خلى الجريمة غريبة وصادمة، ولكن دي ما كانتش أصعب ولا أغرب حاجة في الجريمة. العثور على الجثة كان مجرد بداية لجريمتين قتل مروعين. إن دلوا على حاجة فهو مدى بشاعة الإنسان لما العنف بيسيطر على عقله وتفكيره. والصدمة إن بعد أقل من يوم الأجهزة جالها بلاغ جديد بإن الأهالي لقوا أشلاء آدمية في منطقة المنيب بالجيزة. ورجحت وقتها الجهات الأمنية إن وارد يكون ليه علاقة بالجثة اللي لقوها في الوراق، وده زود من تعقيد لغز الجريمة. ونتيجة ليه وللبيانات الخاصة بتحريات مباحث الجيزة ونيابة حوادث شمال وتقارير الطب الشرعي والدي ان ايه، بدأت بعدها فرق البحث في مراجعة بلاغات التغيب اللي اتحررت في وقت قريب للجريمة. وهنا جت الصدمة لما فرق البحث بعد مجهود جبار اتضح ليهم ان في بلاغ في اسم شرطة أسيم اتقدم في شهر مايو من نفس السنة، وكان من سيدة قالت فيه ان ابنها اللي عنده 37 سنة وأول حروف اسمه ألف ميم متغيب عن بيته، ومفيش حد من الجيران ولا أصحابه ولا عيلته يعرف هو فين. وده كان طرف خيط قوي اشتغلوا عليه وجابوا كل المعلومات المهمة عنه. وبعد بحث عن تحركات القتيل عرفت الجهات انه اخر مرة اتشاف قبل ما يختفي كان مع سيدة اول حروف اسمها ميم ر، وتم فورا ضبطها والتحقيق معاها. في البداية انكرت معرفتها بالجريمة او ان يكون ليها اي صلة باللي حصل، ولكن بعد مواجهتها اقرت انها ارتكبت الجريمة. ولانها كانت بتملك حضانة اطفال استعانت بسيدة تانية من اللي شغالين عندها في تنفيذ الجريمة. ولما اتسألت عن السبب قالت إن المتهم كان بيبتزها وخد منها مبالغ مالية كبيرة وما كانش عايز يبعد عنها. وركزوا معايا في اللي هيتقال دلوقتي لأنه هيبين كارثة خطيرة. قالت المتهمة في الاعترافات إنها بعد ما خططت ونفذت رمت الجثة في النيل، يعني ما قطعتهاش وما حطتهاش قدام محل تجاري في الوراق زي الأشلاء اللي لقيتها الجهات. وهنا فرق البحث لقت نفسها قدام جريمتين قتل، الأولى فيها متهمين من غير جثة، والتانية جثة متقطعة الأشلاء من غير متهمين. واستمرت التحقيقات مع المتهمة فحكت إنها تعرف القتيل من 17 سنة وكان بيجمعهم قصة حب قوية، والقتيل اتقدم ليها لكن لظروفه المادية الأهل رفضوه والاتنين بعدوا عن بعض وكل طرف فيهم اتجوز. لكن فجأة من حوالي 2 الدنيا جمعتهم ببعض لما القاتلة في يوم كانت بتوصل أولادها للمدرسة فشافت القتيل بيوصل ولاده هو كمان، والحنين رجعهم لبعض واتفقوا يتقابلوا في كافيه بمنطقة الدقي. وهناك فضلوا يتكلموا عن حنينهم للماضي والذكريات وقصة حبهم اللي انتهت بتجربة سيئة، وقالوا كمان انهم مش مرتاحين من غير بعض. واختتموا وعدتهم انهم هيتقابلوا في شقة القتيل. وده كان امتى؟ كان قبل الجريمة
بفترات مش قريبة، وساعدهم كمان على علاقتهم إن القتيل قبلها انفصل عن زوجته، والقاتلة كان في بينها وبين جوزها خلافات، فقرر الاتنين يتجوزوا عرفي لحد ما القاتلة تخلص من جوزها. ومن بعدها مرت أيامهم في الخيانة سعيدة زي ما هما كانوا متخيلين، وكل طرف كان مبسوط بمصيبة التاني. ولكن لأن الغلط نهايته بتكون سودة، وفي بشر مش ثابتين على مبدأ، بدأ القتيل بعد ما زهق من القاتلة يبتزها بصور وفيديوهات كانت معاه. ولما هي استغربت كلمته بغضب وصدمة كبيرة، لكن صدمها بأنه عايز منها فلوس علشان يسكت وما يبعتش الحاجة دي لأهلها، وكمان هيعرضها للسجن لأنها بتجمع بين راجلين في وقت واحد. وده خلاها تقلق جدا، فوافقت وادت له مبلغ مالي. وبعدها استمر الوضع، القتيل كل شوية يروح ويهددها ويطلب منها، وهي بترفض في الأول، بعد كده بتضطر تديله. وخلال المدة دي اكتشفت القاتلة إن الضحية ما بيعملش معاها هي كده وبس، ده كان كل فترة بيعرف سيدها ويصورها وهم سوا، وبعدها يبعت الصور لأهلها لو ما اديتهوش الفلوس اللي بيطلبها. واستمرت العلاقة بينهم بالطريقة دي لحد لما آخر مرة راح القاتل ليها وطلب 17,000 جنيه. وقتها فكرت في إنها لازم تخلص منه مهما كان التمن. وبعد ما خططت ونفذت جريمتها عملت حركة ذكية جدا تبعد عنها كل الشبهات، خاصة إن أخو القتيل كان يعرف أغلب مشاكلهم. فرحت له واديته كارت الميموري اللي عليه الصور والفيديوهات، وقالت له إنها قبل اختفاء أخوه كانت الدنيا بينهم استقرت والخلافات هديت، وخلاص اتفقت معاه إنها هتنفصل من جوزها وهتتجوزه. وقعدت تعيط بحزن وصدمة وعملت دورها على أكمل وجه. وده خلى الأخ فعلا ما يشكش فيها اللحظة إن هي ممكن تكون اللي قتلت أخوه أو سبب في اختفائه. واستكمالا للتحقيقات فرق البحث قبضت على شريكة القاتلة وأول حرف من اسمها سين، وبمواجهتها بالجريمة انهارت واعترفت إنها قبل الحادثة راحت لمكتب القاتلة في الحضانة بعد ما خلصت شغل معاها، وقالت لها إنها بتمر بظروف مادية صعبة ومحتاجة مبلغ مالي لفترة مؤقتة وهترجعه تاني من مرتبها. وهنا القاتلة لقت قدامها فرصة ذهبية وطلبت منها تساعدها في إنها تخلص من راجل بيبتزها وبيستغلها، وهي يا عيني مش قادرة تخلص منه. طبعا القاتلة التانية رفضت في البداية وكانت قلقانة جدا، لكن القاتلة قالت لها هديكي 20,000 جنيه. والاتنين اتفقوا، وكان تالتهم الشيطان في التخطيط. وركزوا معايا الخطة مشيت ازاي. القتيل في نفس الوقت كان بيدور على شقة تكون مواصفاتها صغيرة وما يكونش تمنها كبير عليه، وقريبة كمان من منطقة سكنه في بشتيل، وكان مكلم كذا سمسار وسايب رقمه معاهم. فالقاتلة التانية كلمته وقالت له إنها عندها شقة للبيت في منطقة بشتيل، ودي كانت شقتها فعلا. وفعلا اتفقوا على ميعاد، وقابلوا بكام ساعة جت القاتلة الأولى واستخبت عندها في الشقة. ولما جه القتيل دخل وقفلت القاتلة التانية الباب، وقعدوا يتكلموا ويخشوا في أحاديث طويلة. وبعدها سألته تشرب إيه، وراحت وجابت له نسكافيه وكان فيه منوم. القتيل شربه، وخلال نص ساعة والاتنين قاعدين بيتكلموا راح في النوم. وهنا جه دور القاتلة الأولى، جت على طول وكان الضحية نايم على الأنتريه، فسحبته بقوة وحطته على السجادة، وبكل جبروت الدنيا دبحته بسكينة. ولما لقت الموضوع صعب جابت ساطور وفصلت راسه عن جسمه، وبدأت في تقطيع الرجلين والإيدين، وقسمت الأشلاء كلها على 3 أكياس، وفي كيس منهم حطت فيه أدوات جريمتها. وبعد ما القاتلة الأولى خلصت، التانية نزلت في وقت متأخر وكان معاها أول كيس، وراحت عند ترعة في منطقة إمبابة وبصت حواليها، ولما ملقتش حد رمت الكيس فورا. وبعدها رجعت أخدت الكيسين التانيين وراحت لكوبري الوراق واستنت شوية الدنيا تهدى، وبعدها رمتهم. ورجعت لبيتها ونضفته من آثار الدم وغسلت السجادة كويس، وعلشان تخفي الجريمة قطعت السجادة بحيث تبان إنها قديمة، وراحت لمقلب زبالة بعيد عن بيتها ورمته فيه. وتاني يوم سابت الشقة وراحت لشقة تانية في منطقة شبرا الخيمة،
وبعد 10 أيام من الجريمة جت أسرة تانية وسكنت في الشقة. وبعد الجريمة على طول القاتلة الأولى لقت مع القتيل أكتر من 100,000 جنيه، لأنه في نفس يوم الجريمة كان بالليل هيقابل واحد صاحبه ويشتروا ميكروباص علشان يشتغل عليه لأن مهنته كانت سواق. وقررت القاتلة تشتري بالفلوس 3 غوايش دهب، وبعد كده كسرت موبايل الضحية الأول وخدت كارت الميموري منه، أما موبايله التاني فراحت بعته في محل. واختتمت القاتلة الأولى كلامها في التحقيقات وقالت إن الضحية آخر مرة لما طلب منها 17,000 جنيه قالت له إنها مش معاها المبلغ، وطلبت منه مدة تحضر فيها الفلوس، فاستنى شوية وبعد كام يوم اتصل بيها فقالت له إنها ما قدرتش تحضره ومش معاها غير مبلغ صغير. وقتها هددها بإنه هيبعت الفيديوهات والصور لأهلها ولجوزها، وقال لها إن مصيرها هيكون الفضيحة والسجن ومش هتعرف توري وشها لحد، وده الدافع اللي خلاها تخلص منه بدون رحمة أو شفقة. بعد نهاية التحقيقات القاتلة الأولى والتانية مثلوا قدام الجهات المعنية الجريمة، واللي استمرت لمدة 8 ساعات كاملة ما بين جذب القتيل وتنويمه وقتله وتقطيعه، وبعدها رمي جثته. وبعدها أمرت النيابة بحبس الاتنين ووجهت ليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وخدت القضية طريقها ناحية حكم الإعدام علشان الاتنين يكونوا عبرة لأي شخص ممكن يرتكب جناية أو جريمة تروع وتنهي حياة البشر بالشكل ده. وكمان موت القتيل نفسه كان عبرة واضحة بأن الغلط آخرته يا قتل يا سجن. وبعد حل لغز القضية استكملت فرق الإدارة العامة للمباحث بالجيزة بحثها على خيوط تفيد في حل الجريمة الأولى، اللي لقوا فيها أشلاء متقسمة على 3 أكياس في منطقة الوراق، وكانوا بيراجعوا كل بلاغات التغيب باهتمام شديد، ولكن فضل لغز الجريمة مش مفهوم وقتها. في نهاية الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو لو عجبكم، وقولولي في الكومنتات هل الابتزاز يوصل فعلا لجريمة قتل بشع بالشكل ده، رغم ان كان في حلول كتيرة قدام القاتلة ممكن تفكر فيها. وشكرا ليكم. السفاح خبط على باب شقة سيدة كبيرة في السن اسمها بامبا. أول ما فتحت له وشافت في إيديه سطور صرخت، فدخل وقفل الباب وقتلها. وفجأة باب الشقة خبط، ولما فتح لقى قدامه سيدة تانية اسمها فطومة، فسألته بخوف عن بامبا، فقال لها إنها جوه وبخير. دخلت تطمن عليها، وقتها ضربها بالسطور وهرب. ولسوء حظه فطومة ما ماتتش، ولما فاقت بلغت عنه علشان تبدأ بعدها تتكشف سلسلة جرايم مرعبة هزت اسكندرية لسنين طويلة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، معاكم سامي، ويلا بينا نبدأ على طول. سنة 1911 اتولد سعد اسكندر عبد المسيح في أسيوط لعيلة بسيطة الحال، وتميز عن اخواته بملامحه الجميلة الهادية اللي جذبت ليه من بدايات حياته ناس كتيرة. بتمر الأيام وبيكبر سعد، وواحدة واحدة أخوه الكبير بيفتح مصنع للغزل والنسيج في أسيوط، واشتغل سعد مع اخواته واتعلم حاجات كتيرة، لكنه من صغره كان بيكره الشغل والتعب ودايما بيفكر في الراحة والفلوس. بمرور الوقت ده كبر جواه، ولما بقى شاب اتعرف على سيدة ثرية كانت أرملة، وقدر يوقعها بجماله وملامحه الهادية، ونشأت بينه وبينها علاقة قوية. ولما وثقت فيه السيدة قالت له على سر خطير كان السبب اللي قلب حياته كلها وخلاه يوصل لحبل المشنقة. السر ده كان المكان اللي شايلة فيه كل فلوسها. ووقتها سعد ما فكرش كتير وحط الخطة، وفي ليلة الاتنين كانوا سهرانين ولوحدهم، فجأة سعد مسكها وطعنها بالسكينة كذا طعنة بكل هدوء الأعصاب، وكتم نفسها علشان صرخاتها ما توصلش للجيران. وبعد ما خلص جريمته سرق كل فلوسها وذهبها، وعلشان محدش يعرف جريمته ولا يشك فيه قرر يهرب لمحافظة اسكندرية ويعيش حياة هادية وجديدة بعيدا عن أي خطر. وفعلا سافر، ولما وصل كان بيتعامل مع الناس كويس جدا لأنه
كان بيملك قدرة رهيبة على الإقناع والكلام الحلو، وأقنع الكل وقتها إنه شاب بسيط جاي من أسيوط علشان خاطر لقمة العيش ومالوش في أي حاجة غلط. وخلال وجود سعد في اسكندرية اشتغل في كذا شونة، والشونة ده بيكون مكان بيتخزن فيه القمح، وبعدها اشتغل في مصانع غزل ونسيج لأنها كانت الحاجة الوحيدة اللي اتعلمها طول حياته. ولأنه كان معاه فلوس كتيرة فتح بعدها مصنع صغير للغزل والنسيج، ولكنه ما كانش مهتم بيه ولا شغال كفاية، يعني يشتغل يوم و20 لأ، فتحول المصنع لمجرد مخزن مهجور. وبمرور الوقت اتعرف سعد على سيدة اسمها فاطمة، وكان بيروح لها كتير وبيقضوا مع بعض سهرات طويلة. وفي ليلة وهم قاعدين سوا لاحظ سعد إن في جارة ساكنة في العمارة اللي فيها، وكان اسمها بامبا وفي 90 من عمرها وعايشة لوحدها، وولادها بيجولها من وقت للتاني. فضل يخطط ويدبر، وفي يوم راح ليها وخبط عليها باب الشقة، وكان في ايديه سطور. الست فتحت وكانت فاكرة ان حد من ولادها جالها، ولما شافت سعد اتخضت وجريت جوه شقتها وصرخت بصوت عالي، فقفل الباب بسرعة ودخل وراها وضربها بالسطور كذا ضربة لحد لما ماتت. وبعد ما خلص عليها دور في الشقة ولقى فلوس في أوضة من الأوض فخدها، ولسه هيفتح باب الشقة ويهرب، لكن فجأة باب الشقة خبط، فراح فتح ولقى قدامه جارة في العمارة كان اسمها فطومة، وسألته بقلق عن السيدة بامبا وليه كان فيه الصراخ ده. فقال لها إن بامبا بخير وهي بتصلي جوه، وقال لها اتفضلي ممكن تقدري تطمني عليها. فطومة دخلت علشان تطمن فعلا، لأنها ما كانتش تعرف سعد ولا عمرها شافته. وبمجرد ما دخلت الشقة قفل الباب بهدوء، وكل برود أعصاب ضربها من ورا بالسطور، فوقعت في الأرض ونزفت دم كتير جدا، وهو هرب بسرعة. بعد ساعات جه حد من أولاد فطومة، ولما ما لقاش والدته في شقتها عرف إنها ممكن تكون طلعت عند بامبا، لأنهم كانوا صحاب وبيحبوا بعض. ولما طلع شاف دم خارج من تحت عقب الباب، فكسر الباب بسرعة، ولما شاف المشهد بلغ الشرطة فورا. ووقتها فطومة اتنقلت للمستشفى وطلعت عايشة، وبصعوبة شديدة فاقت. وقتها حكت للشرطة الموقف اللي حصل، وقالت ليهم إن اللي ضربها من ورا هو أخو فاطمة جارتهم، لأنها طبعا ما كانتش تعرف سعد. الشرطة فورا قبضت على أخو فاطمة وحققت معاه، لكنه أنكر معرفته بالجريمة. ولما خلوا فطومة تشوفه قالت إن مش هو ده اللي ضربها ولا هو ده اللي كان عند بامبا في الشقة. فالشرطة حققت مع فاطمة نفسها، وعرفوا منها إن اللي بيجيلها باستمرار هو شاب من أسيوط اسمه سعد اسكندر، وبيجمعها بيه قصة حب. فاتقبض بعدها فورا على سعد، والشرطة بدأت تحقق معاه، وكانت خلاص التهمة مؤكدة عليه وهيتعلق على حبل المشنقة. وده برغم انه انكر كل حاجة، وقدر بالفلوس يوكل محامي شاطر جدا. والمحامي لعب على خيوط في القضية ما كانتش واضحة، وشدد في القضية على نقطة ان الخبطة أثرت على دماغ فطومة، فخلتها مش مركزة في شكل اللي خبطها من ورا، بجانب ان الدنيا كانت ليل وهي نظرها ضعيف، بجانب نقطة خطيرة ان مفيش سبب واضح يخلي سعد يقتل بامبا من الأساس. وقدر المحامي بسهولة يخرجه، وبعد ما سعد خرج قرر يسيب شقته في منطقة كرموز وراح لمنطقة تانية في اسكندرية، لأن سمعته بقت سيئة وصورته قدام الناس إنه شاب مجتهد وجاي لأكل العيش بانت على حقيقتها. وبدل ما سعد يعيد ترتيب حساباته ويتوب عن أفعاله ويعترف بجرايمه، خروجه من القضية اداله غرور كبير ودافع علشان يكمل في مصايبه، وجمع فلوس كتيرة بطرق غير شرعية. وبعد سنتين من الواقعة تحديدا في سنة 1951 أجر شونة لتخزين القمح، وكانت على ترعة المحمودية، ووقتها ده كان مكان مناسب للتجارة والتخزين والبيع. وراح جاب عمال كتير، وبعد ما بدأ شغل بفترة اتعرف اسمه في المنطقة، ولكن لأنه كان بيشرب خمور كتيرة
وبيسهر طول الوقت مع سيدات، مهتمش بالمغزى، لدرجة إنه ما كانش بيروحوا لأيام طويلة، والشغل وقف، وطبعا العمال مشيت. ونتيجة طبيعية لده، سعد خسر فلوس كتيرة جدا، وبدأ يرجع تاني لنقطة الصفر، وبقى عليه ديون لتجار وناس استلف منهم. وفي ليلة كان قاعد جوه مخزنه المهجور وبيفكر ازاي ممكن يخرج من المصيبة اللي فيها ويحل مشكلة نقص الفلوس اللي خلته مش قادر يشرب ولا يسهر، والكل سابه وتخلى عنه. ويومها سمع صوت تاجر أقمشة معدي من بره، والتاجر ده كان معروف في منطقة ترعة المحمودية وإنه دايما بيشيل فلوس كتيرة في جيبه وبيكسب مبالغ محترمة من تجارته. عينين سعد نورت بالشر، وفتح باب مخزنه ونده على التاجر وقال له إنه عنده قماش حرير جايله مخصوص من بره مصر من حد بيحبه، وقال له إنه عايز يبيعه علشان يفك بيه زنقته المالية وبعدها يرجع المخزن تاني ويشتغل. طبعا التاجر فرح لما سمع ده، ولأنه ما كانش يعرف عن سعد غير إنه صاحب مخزن وبس، وافق ودخل، والسفاح قفل عليه الباب بهدوء من غير ما يحس، وفجأة ضربوا على راسه من ورا بالسطور وقتله، وبعدها سرق كل فلوسه واللي كانت كتيرة وقتها، وعلشان يتخلص من الجثة رماه في ترعة المحمودية. وساعتها استغل سعد إن ترعة المحمودية تقريبا الناس كل يوم بتصحى بتلاقي فيها جثة غرقانة، يا إما حد وقع، يا إما حد انتحر، يا إما واحدة ست حد اعتدى عليها ورماها. وطبعا الحادثة مرت مرور الكرام ومحدش عرف أي حاجة، ولأنه ما كانش واعي لأي حاجة في حياته ضيع كل الفلوس في الشرب والسهرات المعتادة ولعب القمار اللي اتشهر بيه في سنين حياته الأخيرة. ولأن سعد ما كانش عنده مصدر دخل تاني، وحتى المخزن بتاعه سمعته بقت وحشة جدا لأنه بيفتح أسبوع ويقفل 10، ما كانش فيه قدامه حلول أو مصادر يصرف منها على نفسه. وهنا ما كانش قدامه غير إنه يشوف ضحية جديدة. وفي يوم استدرك تاجر قماش جديد في المخزن علشان يعيد نفس الجريمة، وفعلا التاجر دخل معاه، ولما ما لقاش القماش لف ولسه هيسأل سعد فلقاه ضربه بالسكينة، لكن الضربة ما كانتش مميتة، فزق وهرب من المخزن بسرعة. وبالصدفة في نفس المكان كان في شخص معدي، ولما قرب لقى تاجر القماش واقع على الأرض وبيلفظ أنفاسه الأخيرة، فجري عليه بسرعة وحاول يلحقه أو يعرف منه على الأقل مين اللي طعنه، لكنه كان مات خلاص. فالراجل بلغ عن الجريمة، وسعد قفل مخزنه وهرب فورا. ووقتها الشرطة بدأت تجمع خيوط بعض الجرائم اللي حصلت في اسكندرية على فترات زمنية قريبة ومتباعدة كمان، وعرفوا إن في سفاح ذكي بيعمل جريمته ويداري أثرها وبيهرب بسرعة. فأصدرت الشرطة فورا قرارها بالبحث عن السفاح في اسكندرية كلها، وضيقوا عليه فرصه في الهروب. وقررت الشرطة بعد مدة من البحث عن السفاح إنهم يستعينوا بالضابط عبد الحميد محمد محمود وقوة من أفراد أمن مركز شرطة نجع حمادي، لأنهم بيتقنوا اللهجة الصعيدي كويس جدا. واستمرت رحلة البحث عن السفاح لمدة 3 شهور كاملين. كان الضباط خلالهم بيلبسوا هدوم صعيدي ويقعدوا في الأسواق يدوروا على اللهو الخفي اللي بيقتل وبيختفي فورا. وفي يوم قدروا الضباط يعملوا كمين أمني قوي وراقبوا سعد من بعيد لحد ما استدرك تاجر قماش وراح بيه على مخزنه قدام ترعة المحمودية، وقبل ما يقتله دخلوا المخزن وقبضوا عليه متلبس بالجريمة. لكن الغريب إن الشرطة كتبت في تحقيقاتها إن سعد كان شخصية باردة جدا وعنده ثبات انفعالي رهيب، يعني يوم القبض عليه لما شافهم ما خافش ولا ارتبك ولا حتى نفى جريمته، وابتسم في هدوء واتحرك معاهم للقسم. وبعد القبض على السفاح الأخبار انتشرت في اسكندرية كلها، وبقى الشارع متابع بشغف واهتمام شديد. وقالت الشرطة في تحقيقها عن القضية إن في 19 سيدة اتقتلوا في الفترة من سنة 48
لحد 51، وهي نفس فترة نشاط سعد في الإجرام والقتل والسرقة. وتمت بعد كده محاكمة السفاح، ومواجهته بجرايمه اعترف بيها كلها، حتى ما أنكرش قضية قتل واحدة، واتحكم عليه في النهاية بالإعدام. ويوم 25 فبراير سنة 53 الساعة 8 الصبح جت القوات المعنية بتنفيذ حكم الإعدام وسحبوا سعد من زنزانته وودوه لغرفة الإعدام. ووقتها سألوه نفسك في إيه قبل ما تتعدم، فقال لهم أغرب رد من شخصية عندها ثبات انفعالي رهيب. قال لهم إنه محتاج سيجارة وكوباية مية. وقبل ما رقبته تتحط جوه حبل المشنقة ابتسم ابتسامة غريبة جدا بكل هدوء وثقة وفخر، كأنه بطل بيتعدم علشان ساعد الناس، مش سفاح قتل وهدد حياة ناس كتيرة جدا. في نهاية حلقتنا تفتكروا ايه اللي ممكن يوصل انسان للمرحلة اللي تخليه يقتل الناس بدم بارد وما يكونش خايف من حكم الموت؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، وما تنسوش الشير واللايك لو الحلقة عجبتكم. شكرا لكم.